بيبدأ الفيلم مع بنت صغيرة اسمها فيورا، واللي بتكون خايفة ومرعوبة لأن الكلب بتاعها انضرب بالنار وبيموت. بعدها بفترة بتوديها أمها لدكتور أمراض نفسية لأنها من ساعة الحادثة وهي مصدومة ورافضة الكلام نهائي. فبتضطر أمها واللي اسمها أوليجا إنها تعزل من البيت اللي كانوا فيه عشان تبعد فيورا عن مكان الحادثة اللي كانت مؤثرة عليها جامد. وبيروحوا لبيتهم الجديد، وفعلا البيت بيكون جميل وبيكونوا مبسوطين بيه. بعدها بتتصل أوليجا بطليقها فيكتور أبو فييرا وبتطمنه عليهم، وبتقوله إن فييرا بقت بتقعد مع الدكتور بتاعها وبتتكلم معاه، وإنها بدأت تعيش حياتها بشكل طبيعي، وإنها مبسوطة بالبيت الجديد. وبتطلب منه إنه يحاول يقرب منها أكتر ويحسن علاقته بيها. بعدها بتروح أوليجا تقعد مع فييرا وبتحكي لها حدوتة لحد ما بتروح في النوم. بعد كده بتسيبها وبتطلع بره الأوضة، لكنها بتستغرب لما بتلاقي باب الدور العلوي مفتوح. فبتروح عشان تقفله، لكنها بتسمع صوت غريب فوق. فبتطلع وهي مرعوبة عشان تشوف ايه الحكاية، وبتلاقي الشبابيك كلها مقفولة. ولكنها بتستغرب لما بتشوف صندوق خشبي شكله غريب، ولما بتفتحه بتلاقي فيه دفتر يوميات وأدوات تانية غريبة. وفجأة بتسمع صوت على السلم، فبتروح تشوف فيه ايه، لكنها بتحس بهوا بيخبط فيها. فبتخاف وبتترعب وبتهرب من الأوضة. وتاني يوم بتتصل بالسمسار اللي اشترك منه البيت وبتسأله عن الصندوق الغريب ده. فبيقول لها انه ما يعرفش عنه حاجة وانه هيتصل بأصحاب البيت ويسألهم. بعدها بيكلمها حارس الأمن وبيقول لها ان فيكتور وصل، وبنعرف ان فيكتور جاي يطمن على بنته فييرا وياخدها تقعد معاه كام يوم. فبتيجي فييرا تسلم على أبوها وبتوريله صورة كانت رسمها له. فبيفرح فيكتور بيها وبيقول لها يلا بينا عشان نخرج سوا، وإن كمان ماريانا مستنياهم في البيت، ودي تبقى مرات فيكتور. لكن فييرا بتتضايق لما بتسمع اسم مرات أبوها، وبتقول له انت وعدتني ان احنا هنكون لوحدنا الأجازة دي. فبيعتذر لها عن الظروف اللي حصلت، بس بيوعدها انها تكون مبسوطة في الأجازة دي بالذات، وبياخدها معاه وبيمشي. بعدها بتدخل أوليجا على أوضة المكتب عشان تلم الكراكيب اللي فيها، لكن فجأة بتسمع صوت صفارة عالية في ودانها وبتحس إن شكل الأوضة بيتغير. فبتطلع تجري بسرعة من الأوضة. بعدها تليفونها بيرن، فبتدخل تاخده بسرعة وبتخرج. وبتلاقي السمسار هو اللي بيكلمها وبيقولها من أصحاب البيت معرفوش حاجة عن الصندوق ده، وإنها لو مش محتاجاه ترميه في أي صندوق زبالة. فبتطلع على فوق وبتفتح الصندوق وبتتفرج على الحاجات اللي فيه، وبتاخد دفتر اليوميات اللي فيه وبتقراه. لكنها بتنصدم لما بتلاقي فيه رسومات مرعبة وتفاصيل عن ناس مريضة بيموتوا بطريقة مخيفة، وكل مريض مكتوب وقت وفاته امتى بالظبط. فبتخاف أوليجا وبترمي الدفتر في الصندوق، وبتاخد الصندوق اللي فيه وبتروح ترميه عند باسكت الزبالة. وبترجع على البيت وبتاخد أدوات التنظيف عشان تنظف البيت، لكنها بتنصدم لما بتلاقي الصندوق رجع مكانه. فبتجري بسرعة على تحت وهي مرعوبة وبتاخد شنطتها وبتخرج من البيت نهائي. فبيجيلها تليفون من فيكتور وبيقول لها إن فييرا في المستشفى. فبتروح بسرعة على المستشفى وبتقابل فيكتور وماريانا هناك وبتسألهم إيه اللي حصل. فبيقولوا لها إن فييرا جرحت نفسها بالسكينة. فبتغضب أوليجا وبتلين فيكتور على اللي حصل، لكن ماريانا بتقول لها إن هي اللي غلطانة، وإنها كانت بتحاول تصلح علاقتها مع فييرا. فخدتها معاها على المطبخ عشان يعملوا الأكل سوا، وأكدت عليها ما تمسكش السكينة خالص. لكن بعدها بشوية شافت السكينة في إيديها وما كانتش عارفة جابتها إمتى وإزاي. فبتهدى أوليجا وبتحاول تهدي ماريانا وبتقول لها ما تلوميش نفسك، إن ياما حصل حوادث لفيورا وهي معاها. لكن ماريانا كانت لسه مستغربة من اللي حصل، وبتقول لها أنا مش عارفة اللي حصل ده حصل إزاي، وإنها شالت كل السكاكين من قدامها، وإنها حاسة إن فيورا كانت قاصدة تجرح نفسها. فبتتصدم أوليجا من كلام ماريانا. وبعدها بيجي الدكتور يطمنهم يقول لهم إن فيورا بقت كويسة، لكن إيديها لسه مجروحة جامد ومش هينفع تكتب أو ترسم بإيديها خالص دلوقتي، وإنها لازم تريح إيديها شوية. فبيقول فيكتور لأوليجا تاخد فييرا معاها على بيتهم الجديد عشان تستريح هناك. لكن أوليجا بتتوتر وبتقول إنها مش هتعرف تاخدها معاها على البيت دلوقتي، لأن في تسريب غاز ولسه ما صلحتهوش. فبتقول لها ماريانا خلاص تيجي عندنا البيت تقعد مع أبوها شوية، وهي كده كده رايحة في زيارة لأختها لمدة يومين وهترجع لهم تاني. وفعلا بتروح فيورا وأوليجا مع فيكتور على ميتو، وهناك بتسألها أوليجا انت جرحت ايدك ازاي، لكن فيورا بتسكت وما بتردش عليها. فبيجي فيكتور وبيحاول يغير الموضوع عشان فيورا ما تتضايقش من السؤال، وبيقول لهم ما يزعلوش لأن اللي حصل ده كان مجرد حادثة عادية. وتاني يوم بتحاول أوليجا تعمل بحث عن الظواهر الخارقة للطبيعة،
وبتحاول تفهم ازاي الصندوق رجع مكانه تاني. بعدها بفترة بترجع مريانا على بيت فيكتور، ولما بتشوفها فييرا بتتضايق وبتقول لأمها أنا عاوز أروح معاكي، لكن أوليجا بتقول لها إنها رايحة مشوار ضروري ومش هتعرف تاخدها معاها، وبتقول لفيكتور ما يجيبش فييرا على البيت إلا لما تتصل بيه وتقول له إن الغاز اتصلح. وبعدها بتمشي وبتروح تقابل كارلوس، وده كان الدكتور اللي بيعالج فييرا، وبتقول له إنها محتاجة مساعدته في موضوع غريب مش لاقيه له تفسير، إنه الوحيد اللي ممكن يساعدها. تاخده معاه على البيت وبتخليه ينزل الصندوق اللي فوق للدور الأرضي، وبعدها بتاخده وبتطلع على فوق تاني. فبينصدم كارلوس لما بيلاقي الصندوق رجع تاني مكانه، وبيقول لها إنه مش فاهم حاجة. فبتقول له أنا جايباك هنا عشان أنت اللي تفهمني، وإنها مش عارفة الصندوق ده بتاع مين وجه هنا إزاي، وإزاي بيرجع تاني لمكانه بعد ما بتحركه. فبيقرر كارلوس يفتح الصندوق، لكن فجأة بتسمع أوليجا صوت صفارة عالية في ودانها، والنور بيفضل يرعش وبتشوف قدامها سرير وكأن في حد مربوط عليه، وفي لحظة كل ده بيختفي. فبتسأل كارلوس وبتقول له انت سمعت الصوت ده ولا انا سمعته لوحدي؟ فبيقول لها انه ما سمعش حاجة. فبياخدوا دفتر اليوميات اللي في الصندوق وبينزلوا على تحت، وبيفضلوا يبحثوا عن اسماء الضحايا اللي في الدفتر، وبيكونوا مستغربين من الطريقة اللي القاتل قتل بيها ضحاياه، والتفاصيل اللي كان كاتبها عن كل جريمة قتل. إن في اليوم اللي قتل أول ضحية ليه كانت كل حاجة بتهتز حواليه، لكن محدش سمع كلامه، وإنه كان عاوز يوصل لحل، وإن الاهتزاز اللي حصل ده هو اللي جابله الحل. فبتتصدم أوليجا أكتر لما بتشوف في الدفتر صورة واحدة شبهها، وبتصور نفسها وبتفضل تقارن بين الصورتين، وبتكون خايفة ومرعوبة ومش عارفة تعمل إيه بعد ما حطت كل الفلوس اللي معاها في البيت الملعون ده. فبيقول لها كارلوس إنه هياخد الدفاتر بتاعة القاتل دي وهيروح لخبيرة خطوط يمكن تقدر تساعدهم وتعرفهم مين اللي كتب الكلام ده، خصوصا إن في تفاصيل كتير بيقدر علم الخطوط يكتشفها. وفجأة وهما بيتكلموا بيقول لها حارس الأمن إن فيكتور وفيرا وصلوا. فبتتوتر إلجا وكارلوس وبيحاولوا يخبوا الصندوق بسرعة، وبيقول لها تطلع لفيكتور وما تخليهوش يدخل خالص عشان ما يشوفوش جوه. وفعلا بتطلع أوليجا لفيكتور وهي متوترة، وبيلاحظ فيكتور العربية الغريبة اللي قدام البيت، فبيقول لها واضح إن الغاز لسه بيسرب. فبتقفل معاه في الكلام وبتعمل نفسها مش فاهمة حاجة وبتروح ورا فيرا، لكن بتلاقيها شافت الدكتور جوه. فبتسأل أمها وبتقول لها هو بيعمل إيه هنا؟ فبتقول لها إنه كان جاي يساعدها في نقل الكراكيب اللي في البيت. وبيحاول كارلوس يغير الموضوع وبيسأل فييرا وبيقول لها إيه اللي حصل في إيدك، فبتقول له إنها كانت حادثة بسيطة وبتسيب وبتطلع على أوضتها. وتاني يوم بتطلع أوليجا تروق أوضة فييرا، لكنها بتلاقي صورة في درج مكتبها كانت راسمة فيها إيديها وهي مجروحة وفيكتور وماريانا واقفين على جنب. فبتترعب أوليجا من اللي شافته وبتتصل بكارلوس وبتحكي له اللي حصل، وبتفتكر اليوم اللي كلب فييرا مات فيه، وإنهم كانوا شايلين الكلب بعد ما انضرب بالنار وكان لسه عايش. وقبل ما يتحركوا بالعربية على المستشفى بينصدموا لما بيلاقي فييرا قتلت الكلب بدم بارد، وقالت لهم إنه كان بيتألم وإنها قررت تخلصه من آلامه، وإنها ما كانتش ندمانة ولا حتى حاسة بتأنيب الضمير. ولما كان حد بيسألها عن الموضوع ده ما كانتش بترضى تتكلم فيه نهائي، وكل اللي كانت بتقوله إنها عملت اللي شايفاه صح. بعدها بنرجع للوقت الحالي، وبتكون فيورا في الجلسة بتاعتها والدكتور بيسألها عن جرح إيديها، فبتقول له إنها ما كانتش غلطتها وإنها كانت غلطة ماريانا. فبيقول لها أنت جرحت نفسك عشان تثبتي إنها مش بتهتم بيكي. فبتقول له إن المفروض إن فيكتور هو اللي يهتم بيها مش هي، وإن اللي حصل حصل خلاص وإنها كانت مجرد حادثة عادية. وبعدها ترفض تتكلم تاني في الموضوع. وبعد الجلسة بيروح يقابل أوليجا وبيقول لها إن فيورا شخصيتها مخيفة جدا، وإنها شايفة إنها ما بتعملش حاجة غلط، وإن إزاي بنت في سنها تقدر تشيل كلبها وهو مجروح وبينزف وبعدها تخلص عليه وتقتله، وبعدها قدرت تمسك السكينة وتعور نفسها بيها، وإن إزاي هي وفيكتور مفكروش يعاقبوها على اللي عملته ويعرفوها إن اللي عملته ده كان غلط، وإنها بتستغل انفصال أبوها وأمها عشان تعمل اللي هي عايزاه. فبتنصدم أوليجا من كلامه وبتخاف من بنتها. وبعدها بيروحوا لعالمة الخطوط اللي بتقول لهم إن دي مذكرات قاتل خطير، ومكاتب 3 مذكرات ل3 ضحايا، وإن إليسا ومنويل دول أول ضحاياه وكان ميتين أصلا، إنما مارتن التالت ده لسه عايش لحد دلوقتي، وإن القاتل لسه بيعذب فيه، وإن في ضحية رابعة من ماضيه البعيد، وإنها كانت حادثة غير مقصودة، وإن اللي كاتب المذكرات دي ست مش راجل، لأن في رسوماتها ألم وحزن شديد.
وإن عمرها ما يقلش عن 40 سنة، وتبان قدام الناس إنها عايشة حياة طبيعية لكن من جواها مقيدة، وإن عندها إعاقة في إيديها وما بتعرفش تمسك القلم عادي، وإن المذكرات دي مكتوبة من فترة قريبة، وإنها شاكة إنها مدرسة في مدرسة ابتدائي، وإنها هتحاول توصل للقاتل بأي طريقة. فبتتوتر أوليجا وبتتعب من الكلام اللي بتسمعه وبتطلع على بره. فبيطلع كارلوس وراها وبيحاول يهديها، فبتقول إن فييرا لازم تقعد مع فيكتور اليومين دول، لأنها لسه مش عارفة مين القاتل ولا إزاي الصندوق ده وصل عندها، وإنها خايفة إن فييرا تزعل وتكرهها لما تقول لها تروح تقعد عند فيكتور. فبيقول لها إنه هيكلم فيكتور ويشرح له الموقف، وإنه أكيد هيفهم إن في مصلحة بنته. وبتكون أولجا هتتجنن من اللي بيحصل، وبتقول له إنها مش مصدقة إن هي وفييرا عايشين مع التالت قتلة، ومش فاهمة الحاجات الغريبة اللي بتحصل لها. فبيديها كارلوس علاج يهدي أعصابها. بعدها بتقوم أوليجا وبتروح على الأوضة، لكن بتسمع صوت تزييق في الباب، فبتطلع وهي مرعوبة. وفجأة بتشوف قدامها واحدة داخلة الأوضة، فبتدخل وراها، ولما بتشوفها تاني بتخاف وبتطلع، ولكن أوليجا بتتخبط وبتقع على الأرض. فبيسمع كارلوس صوتها وبيروح لها، فبتقول إنها شافت واحدة في الأوضة. فبيدخل الأوضة لكنه ما بيلاقيش حاجة. فبتروح أوليجا تطلع مذكرات القاتل وبتقراها، وبتلاقيها كاتبة إنها هتخلي مارتن يوصل لحالة من الجنان، وإنها هتعمل كده في خلال 72 ساعة الجايين. ولما بيسألها كارلوس بتعمل إيه، بتقوله إن القاتل كمل كتابة في دفتر مارتن، وقال إنه هيطلع هنا في المكان ده. وبينصدم كارلوس من اللي بيسمعه وكان هيتجنن، وبياخد أوليجا وبيغير لها على الجرح، وكان فاكرها بتهلوس من العلاج اللي اداهولها، وما كانش مصدق إنها شافت القاتلة. فبتطلع له الصورة اللي في المذكرة وبتقول له بص كده كويس في الصورة دي، صورتي وده الجرح اللي فوق حواجبي، والمذكرة دي عارفة اللي هيحصل فينا، وإن القاتلة هي اللي عملت لها الجرح ده. فبيقول لها كارلوس إنه بقى عاجز عن التفكير ومش مصدق اللي بيحصل. بالصدفة بيشوفوا في المذكرة منيو المطعم، فبيقرروا يروح للمطعم ده يمكن يوصلوا لحاجة. وهناك بيقابلوا واحدة ست شايلة طفل صغير، وبيقولوا لها إنهم من السجل التجاري وعايزين يقابلوا مارتن صاحب المطعم. فبتقول لهم إنها صاحبة المطعم وإن اسمها ماريا، وبتقول للطفل اللي معاها ادخل جوه يا مارتن. وبتقول لهم هو جوزي السابق بعتكم ولا إيه؟ فبيتوتروا من اللي سمعوه وبيبصوا لبعض باستغراب، وما بيبقوش فاهمين حاجة. وبيطلعوا على بره بسرعة قبل ما تتصل ماريا بالشرطة. فبتقول لأوليجا إن في حاجة غلط هي مش فاهماها، وإن إزاي المذكرة بتقول إن مارتن هيموت في خلال 72 ساعة وهيكون عنده وقتها 36 سنة وهو لسه طفل صغير. بعدها بترجع على البيت وبتقعد تراقب فييرا وبتركز مع حركة إيديها وطريقة كتابتها، فبتخاف منها وبتشيل القلم من إيديها. بعدها بيجي فيكتور وبيكون جايب هدية لفييرا، لكن أوليجا بتنصدم لما بتعرف إن الهدية دي هي الصندوق الملعون، فبتتعب وبيغمى عليها. ولما بتفوق بتاخد فيورا على فوق وبتوريها الحاجات اللي جوه الصندوق، وبتقول لها انت تعرفي الحاجات دي بتاعت مين؟ فبتقول لها لا انا اول مرة اشوفها. ولكن أوليجا بتستغرب لما بتلاقي فيورا بتعدل الدفتر في مكانه. بعدها بتمسك أوليجا دفتر مارتن وبتفتحه، وبتتفاجئ ان القاتلة كملت كتابة فيه، وبتقول ان مارتن مات الساعة 2. فبتاخد بعدها وبتروح لكارلوس وهي منهارة وبتقول ان مارتن مات، وانها شاكة ان فيورا هي اللي قتلته، وبتقول له ازاي ان بنتها بقت قاتلة كده ومفيش في قلبها اي رحمة، وانها كاتبة ان مارتن فضل 4 ايام يتعذب قبل ما يموت. فبيحاول كارلوس يهديها ويقول لها ان فيورا ما عملتش حاجة. فبتقول له هي ممكن تكون ما عملتش دلوقتي بس هتعمل لما تكبر، ومن البيت الجديد ده بيحاول يوصل لها حاجة بس هي اللي مش فاهماها. فبيقول لها كارلوس انهم لازم يلحقوها ويقربوا منها ويراقبوا كل تصرفاتها، وبيقول لها إن الاهتزاز اللي قالت عليه في المذكرة ده لسه ما حصلش، وإن أول ضحية ليها كان يوم الاهتزاز. فبتنصدم من كلامه وبتقول إن الكلب هو كان أول ضحية ليها. فبيرجعوا لعالمة الخطوط وبيسألوها، فبتقول لهم إن أول ضحية ليها كان إنسان مش حيوان، وكمان كان شخص قريب منها، وما كانش قصدها إنها تقتله، بس هي وقتها كانت طفلة، وإنها كانت حادثة غير مقصودة، وإنها قتلت شخص كان بيحاول يقتلها. ومن بعدها وهي بقى عندها رغبة في القتل. فبتنصدم أوليجا من اللي بتسمعه، وبتستغرب مين كان بيحاول يقتل طفلة. ويوم عيد ميلاد فيورا كانت أوليجا قاعدة مراقباها، ومكانتش عايزة تشيل عينيها من عليها، لكن بتلاقيها بتبص على حاجة. ولما بتشوف هو بتبص على ايه، بتلاقي فيكتور بيلبس ماريانا حلق.
فبتخاف أوليجا لأنه نفس الحلقة اللي كان في الصندوق، فبتتوقع إن أول ضحية ليها تكون ماريانا. وتاني يوم بتقعد مع فيورا وبتحاول تتكلم معاها، فبتلاقيها رسم صورة لماريانا وهي قاعدة لوحدها وبتعيط، وبتقول لها فيورا إنها مش عاوزة تروح بيت فيكتور وماريانا تاني. فبتقول لها أوليجا انت كده كده بتروحي عشان تقعدي مع أبوكي، ده غير إن ماريانا بتحبك، لكن لو مش عاوزة تروحي مش هوديكي. وفعلا تاني يوم الصبح بتكلم فيكتور وبتقوله إن فيرا تعبانة ومش هتعرف تيجي. بعدها بتحس أوليجا نفس الإحساس وإن في هوا بيعدي من جنبها، فبتطلع الأوضة اللي فوق وبتحس إن في حد في المكان، وبتفضل تنده على فيرا بصوت واطي، وبتقول لها أنا عاوز أساعدك وعايز أعرف قصدك إيه بالاهتزاز ومين اللي كان بيحاول يقتلك. لكن فجأة الصندوق بيتقفل لوحده وبتختفي الحاجات اللي وياه، وبتشوف خيال واحدة واقفة قدامها وهي متعصبة. ولما بتنزل أوليجا وراها وبتفضل تنده عليها، وبتشوفها وهي بتقفل الباب بسرعة على نفسها، فبتجري وراها وبتحاول تفتح الباب. لكن فجأة بتسمع صوت فييرا وهي بتصرخ، فبتفهم إنها خبطتها غصب عنها، فبتاخدها في حضنها وبتفضل تعيط. وبعدها بكام يوم بتلاقي فيكتور وكارلوس على الباب، وكانوا عايزين يطمنوا على فييرا، لكن فييرا ما كانتش عايزة تقابل فيكتور. ولما جت تجري شاف وشها اللي كان متعور، فبيتعصب وبيزعل إوليجا وبيسألها عن سبب الكدمة اللي في وشها، وبيقول لها انت هتفقدي حضانتها من اللحظة دي. وبياخد بعضه وبيمشي وهو متضايق. فبيسألها كارلوس ايه اللي حصل، وكانت مختفية فين بقالها فترة، حتى الجلسات ما بتحضرهاش. فبتقول له انها مش هتقدر تبعد عن فيورا في الوقت الحالي، وانها لازم تفضل جنبها عشان تمنع اي حاجة ممكن تحصل لها. فبيحاول يهديها وبيسألها وبيقول لها ايه اللي حصل عشان ده كله. فبتقول له إنها شافت نفس البنت تاني، وإن فيرا اتخبطت فيها غصب عنها، وده اللي خلاها تتعور في وشها. فبيقول لها عشان كده لازم تخلي فيورا تروح عند فيكتور. فبتقول له إنها ما بتحبش ماريانا وإنها خايفة لو راحت هناك تبقى أول ضحية ليها. وفجأة وهم بيتكلموا بيلاقي فيكتور جاي ومعاه ضابط شرطة عشان ياخد فيورا، فبتضطر أوليجا تخلي فيورا تروح معاه، وبتحضر لها حاجتها وبتقول لها هما يومين اتنين بس وهتيجي تاني. لكن فيورا بتقول لها إنهم لازم يشوفوا حل للموضوع ده، وإنها عايزة تعيش حياة مستقرة. وبتحضن أمها وبتاخد بعضها وبتمشي، وبتروح على بيت فيكتور. وهناك وأثناء ما كان فيكتور قاعد بيتكلم مع ماريانا بيحصل زلزال فجأة، فبتخاف ماريانا وبتقول لفيكتور يلا نجري بسرعة، وبتنسى إن فيورا كانت موجودة. فبتخاف فيورا وبتزعل وبتجري على أوضتها وبتقفل الباب عليها، وبيفضل فيكتور يخبط عليها عشان يخرجها، لكنها كانت زعلانة من ماريانا وعايزة تنتقم منها. في نفس الوقت بتحس أوليجا بالزلزال وبتنصدم وبتقول لكارلوس إن ده الاهتزاز اللي كانت فيورا تقصده، وإنهم لازم يلحقوها بسرعة قبل ما تقتل ماريانا. لكن بعدها الزلزال بيعدي على خير، وفيكتور وماريانا بيطلعوا يناموا، فبتتسحب فيورا وبتدخل عليهم هما نايمين، وبتاخد الحلق بتاع ماريانا وبتحاول تقص شعرها بالمقص. لكن ماريانا بتصحى هي وفيكتور وبيشوفوا المقص معاها، فبيتعصب فيكتور وبيزعق لفيورا وبيطردها بره الأوضة، وبيقول لها ايه اللي انت بتعمليه ده. فبتعيط وبتقول له انتوا كنتوا عايزين تمشي وتسيبيني لوحدي في الزلزال، وبتزقه غصب عنها فبيقع من على السلم وبيموت في ساعتها. وبتدخل عليهم أوليجا في نفس اللحظة وبتنصدم من اللي بتشوفه. بعدها بتوصل الشرطة على البيت، وبتقول لأوليجا تفضل هنا معاهم لحد ما التحقيق يخلص. لكن أوليجا كانت خايفة على يورا، فبتتسحب من ورا الشرطة وبتاخدها معاها وبتمشي. وهم في الطريق بتقول لها أوليجا هو انت مش حاسة انك حاجة غلط؟ قالت لها لا عادي دي كانت مجرد حادثة. فبتعيط أوليجا وبتقول لها انت قتلتي أبوكي بدم بارد وما عندكيش أي إحساس. لكن فيورا ما كانتش متأثرة نهائيا ولا حاسة بالذنب. فبتقرر أوليجا إنها تتخلص من نفسها هي وفييرا وتقلب العربية بيهم. لكن الصدمة إن أوليجا بتفوق من الغيبوبة وبتلاقي نفسها لسه عايشة ومحجوزة في المستشفى، وبتتخض لما بتشوف فييرا قدامها وبتقول لها وانت كنت عاوزة تخلصي مني ولا ايه. فبتتفزع أوليجا لما بتفتكر الكلام اللي كان في المذكرة عن الضحية التانية، وإنه كان مكتوب إن المريض التاني عقله كان بيحاول يقاوم بس جسمه لأ. فبتفهم إن هي الضحية التانية، ومن شدة صدمتها كانت بتعيط وهي فاقدة النطق لأنها كانت عارفة مصيرها إيه. وبيخلص الفيلم على كده. ولو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك وشير واشتراك لقناة كبسولة أفلام عشان يوصلك كل ما هو جديد وحصري في عالم الأفلام. وما تنساش تقول لنا رأيك في الكومنتات. أشوفكم الملخص الجاي. سلام.